أكد باحث سياسي مصري بأن الجزائر، والتي تعتبر اليوم إحدى القوى الرئيسية في إفريقيا، قد باتت هي الآمر الناهي في معظم الملفات الشائكة في المنطقة، خاصة وأنها استطاعت نيل احترام وتقدير جل البلدان نظير السياسة الخارجية الفريدة التي تتمتع بها، وكذا العلاقات التي تربطها بمختلف المحاور والتكتلات في العالم. وأضاف المحلل السياسي المصري بأن الجيش الجزائري استطاع وبجدارة فرض نفسه كقوة مهيمنة ومسيطرة في منطقة نفوذه الإقليمي، وهو ما بات حسبه يقلق بعض القوى الخارجية المعادية لتوجهات الجزائر. تتواصل التحديات التي تواجهها دولة الجزائر الشقيق. تتواصل تحركات دولة الجزائر بشكل أكثر من رائع، تحقق الانتصارات تلو الانتصارات على مسار الجبهة الداخلية وعلى مسار أيضا الجبهة الخارجية. الواحد بيسعد جدا من أن يكون هناك دولة عربية تحقق انتصارات وخطوات نحو المستقبل. شيء بيكون رائع، واحد بيكون سعيد جدا به، كما لو كانت هي الدولة المصرية هي التي تحقق هذه الإنجازات، لأن سواء اتفقنا أو اختلفنا مصيرنا واحد، لأن ماضينا واحد، حاضرنا واحد، جغرافيتنا أيضا واحدة. بنسعد بذلك، ولذلك التطورات التي تحدث فوق الأراضي الجزائرية تطورات مشهودة جدا. ويمكن أذكى حاجة عملتها دولة الجزائر إن هي اتحركت تحتيا أولا بشكل هادي وبشكل ذكي جدا، ثم انطلقت هذه التحركات على مسار الجبهة الخارجية. النتيجة أصبحت دولة الجزائر ملتقى لكل قيادات العالم بما يحقق سيادة وأمن واستقرار وقوة الجزائر. منذ ساعات قليلة صدرت مجلة الجيش اللي بتصدر عن وزارة الدفاع الجزائرية. في الافتتاحية بتاعتها الجيش الجزائري أكد أن دولة الجزائر تخوض معركة المصير، وأكد أن الجزائر تسعى لتعزيز الجبهة الداخلية بتاعتها وتقويتها في ظل وعي الشعب الجزائري بضرورة مشاركته بفاعلية في معركة مصيرية للنهوض بالبلاد. ثم قال إن الجزائر سخرت كل الإمكانيات المتاحة لتجسيد استراتيجيتها على أرض الواقع، وحققت في ظرف 3 سنوات فقط لا غير خطوات لا يستهان بها. وأكد الجيش الجزائري في التقرير بتاعه إن الجزائر تشق طريقها بخطوات ثابتة وأكيدة لتجسيد مشروع التنمية المستدامة. وأكد الجيش الجزائري أنه لابد للجزائر أن تتجاوز كل الصعاب في ظل الإرادة الرسمية والشعبية. ودعا الشعب الجزائري للإيمان عن قناعة أن جزائر 2023 لها من الطاقات والإمكانيات والقدرات ما يؤهلها لأن تصبح دولة صاعدة بقوة، ليس فقط في محيطها الجغرافي بل وعلى الصعيد الدولي أيضا. وشددت الجزائر على أنها سوف تستمر في توظيف دبلوماسيتها النشطة إقليميا على وجه الخصوص للمساهمة في حلحلة المشاكل اللي بتشهدها بعض دول الجوار. الحقيقة إن دور الجزائر على المستوى العربي كان مشهود جدا، خاصة في الآونة الأخيرة. اللي لفت انتباه العالم لتحركات الجزائر وإدراك العالم بقوة الجزائر عشرات اللقاءات اللي عقدت فوق الأراضي الجزائرية على المستوى العسكري لوزراء دفاع المنطقة والدول الغربية. أصبحت دولة الجزائر ملتقى على المستوى السياسي وعلى المستوى العسكري. دولة الجزائر وضعت استراتيجية رائعة جدا على المستوى الداخلي بحيث ان هي تنمي قدراتها وتستفيد من امكانياتها. الامكانيات اللي موجودة لدى الجزائر موجودة لدى دول اخرى، لكن الجزائر فكرت بطريقة جيدة جدا الى درجة ان هي قررت تستفيد من الصحاري بتاعتها وتنمي السياحة بتاعت الصحاري. عملت ايه؟ بدأت تسهل عمليات منح التأشيرات غير الرسمية للأجانب. يعني بدل ما السائح الأجنبي ينتظر تأشيرة من السفارة بتاعة الجزائر في قلب دولته
والكلام ده كله ممكن عن طريق الشركات بتاعة السياحة ياخد وثائق للسفر أو تصريح للسفر الآن وفورا. عاوز يسافر للجزائر للسياحة فورا على طول، ما بينتظرش التأشيرة، إنما في مكاتب سياحية المكاتب ديت معاها وثائق سفر، بتروح مالية الوثيقة ديت ثم تمنحها للسائح فورا، فممكن يسافر للجزائر في 24 ساعة. عملتها مع الأجانب من أجل دعم التنمية الصحراوية. نفس المسألة دي قررت الجزائر تعملها مع العرب في قلب المنطقة من غير أي تأشيرات. أيضا تقدر أنك أنت تسافر للجزائر. شوفوا حضراتكم، الجزائر أعلنت عن تأشيرة التسوية للأجانب بدلا من التأشيرة العادية، بحيث يتسلم الأجانب هذه التأشيرة عن طريق وثيقة تسلم لهم عن طريق وكالتهم السياحية. وأعلنت دولة الجزائر أيضا عن إجراءات جديدة لاستقبال السياح العرب عن طريق تأشيرة مباشرة دون تأشيرات رسمية عن طريق السفارات. هذه الإجراءات دعما للسياحة مع دعم البنى التحتية المخصصة لدعم السياحة، ولذلك وزارة السياحة الجزائرية توقعت أن يكون هناك ملايين من الأشقاء العرب فوق الأراضي الجزائرية عما قريب. تفكير استراتيجي، تفكير اقتصادي، محاولة لاستثمار كل الإمكانيات، تحرك دولة الجزائر بلا ضجة إعلامية، وضع دولة الجزائر استراتيجيات سياسية لاستيعاب كل مشاكل المنطقة، نجاح دولة الجزائر في التوسط ما بين الدول العربية وبعضها من أجل استيعاب كل المشاكل اللي تفجرت في السنوات الماضية. طبعا كلنا مرينا بهذه السنوات الكارثية أو الصادمة لكل دول المنطقة العربية. دولة الجزائر كانت هي أول دولة تعاني من الإرهاب ومن القوى الإرهابية. كل المؤشرات كانت بتقول خلاص الجزائر لن تقوم لها قائمة، إلا أن دولة الجزائر نجحت في التغلب على هذه التحديات الداخلية وانتفضت وقوت شوكتها وقوت عظمتها ورجعت تمارس دورها بشكل قوي جدا، وانتفضت على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى العسكري. نتاج كل ذلك يا سادة أن دولة الجزائر أصبحت دولة طبعا يتعمل لها ألف حساب. الجيش، الجزائر تخوض معركة مصيرية للنهوض بالبلاد، شيء طيب والله. الجزائر تفتح صحراءها للعرب بدون تأشيرة، تسعى إلى إحداث نقلة نوعية في السياحة، وتجاوزت الهاجس الأمني بتعيين فرق لحماية الوفود وتراهن على تجاوز رقم 2,000,000 سائح. ده طبعا أحد التقارير في جريدة دولية زي الاندبندنت البريطانية، واللي بترصد تطورات الأوضاع على المستوى الجزائري. واحنا كمان طبعا بنوجه تحياتنا للقيادة الجزائرية قيادة وشعبا. بنوجه تحية خالصة طبعا لكل قيادات الدولة الجزائرية. شعب الجزائر شعب مثقف، شعب الجزائر نجح في ان هو يسند الجبهة الداخلية، ولذلك نجحت القيادة الرسمية للبلاد بقيادة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في ان هي تقفز على كل التحديات اللي